ليه انا قررت اعمل السلسله دي او اعمل الفيديوهات دي؟ الحقيقه كلام ملوش دعوه بالسياسه، ملوش دعوه بالاقتصاد، ملوش دعوه باي حاجه، ولكن اللي حصل مؤخرا في سعر الصرف او الدولار مقابل الجنيه والاسعار اللي بتحصل واللي حوالينا وكلنا بنشوفها وبنعاني منها، الموضوع ضايقني نفسيا. لو هتسال نفسك وتقول انت متضايق ليه، انت شغال وبتقبض بالدولار ومفروض تفرح والكلام ده، هقول لك وجهه نظر، ولكن الموضوع مأثر فيا بطريقه مش كويسه. وعلى مدار التسع او 10 سنين دول بجزء صغير جدا مني ساعدت ناس تانية ان هي تشتغل اونلاين او تشتغل ريموتلي بعقد كامل في شركات بره، كلهم اصدقاء كلهم معارف. وكان طبعا الجانب الاكبر اولا ثم اولا توفيق من عند ربنا، وهم كانوا عايزين فعلا يطوروا من نفسهم ويشتغلوا او يوصلوا للمرحله دي. ففي الفيديوهات دي هو ده الهدف منها، ان انا اساعدك انك انت تقدر تشتغل او تلاقي الوظيفه المناسبه ليك